يحاول هؤلاء الجنود الإسبان دفع المهاجرين إلى العودة من حيث جاءوا. 48 ساعة كانت كافية لتدفق 8000 مهاجر من أصل مغربي ومن دول إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، منهم 1500 قاصر إلى منطقة سبتة الحدودية. الشرطة الإسبانية استعملت قنابل دخانية لمنع دخولهم إلى أراضيها. عبرنا عن استيائنا من التدفق الهائل للمهاجرين المغاربة إلى سبتة. لقد ذكرت السفير المغربي أن مراقبة الحدود مسؤولية مشتركة بين إسبانيا والمغرب. الحادثة التي تعد الأولى من نوعها تسببت في أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط، مما استدعى تنقل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى سبتة للوقوف على ما أسماه بالأزمة الخطيرة التي تواجه أوروبا. فيما ذكرت إسبانيا أنها أعادت 4000 مهاجر جاءوا سباحة لحدودها. دخلنا بالعوم، لقينا تماك الناس كيتهلاو فينا، المغرب كامل حاقد، ما كاين خدمه، ما كاين طبيب، ما كاين سبيطارات، ما كاين حتى شي حاجه، كلشي مخنوق. وما عمري شفت المراه داخله كتعوم، كتسمح في ولادها وداخله تعوم على بن على لقمه العيش. بروكسل هي الأخرى عبرت عن تضامنها مع إسبانيا ودعت المغرب عبر المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إلفا جوهانسون إلى منع العبور غير القانوني للمهاجرين، مضيفة أن الحدود الإسبانية هي حدود أوروبا.